السلام عليكم، كيفكن؟ شو أخباركم؟ شهر رمضان مبارك. يعني اليوم نهار الخميس 27. الله يعيد عليكم جميعا بالصحة والعافية يا رب، ويتقبل أعمالكم. هي نصرنا يعني حيغادرنا شهر رمضان مبارك. الله يتقبل أعمال الجميع ويفرجها على الجميع، وما يغادرنا شهر رمضان إلا هيك، ويكون المسلمين والناس كلها، كل العالم تكون مرتاحة، والحق يرجع لأصحابه ويفرجها على العالم يا رب هالشهر الفضيل. عم أحاول أرجيكم على الورق الشجر كيف بلش يبين الخضار، بس لأنه في شمس وراي مش حتبين منيح. شايفين هذا بلش يبين الخضار. هاي بدها حفلة لحالها الشجرة، شايفين هاي لي سنتين، تاني سنة يعني مش مقطع منها شيء، مش مقلمتها. كل هيدا اللي فايت على بعضه جوا بده قص، بده تخفيف كتير بدها شغل كتير. هاي على رواق وبس يتحسن الطقس، لانه هلا شوي بعده بارد. هلا اليوم ان شاء الله يعني حتبلش الحرارة تطلع، عشان هيك انا نويت انه اليوم بلش اشتغل شوي، بما انه معطلين ما في مدارس كمان، اشتغل شوي ونبلش نجهز. يعني هون صراحة قبل شهر 5 ما في مجال الواحد يزرع برا. فاذا هاي الفازة هيدي كبيرة كتير، هاي مثل السطل اللي جبتها، هي سطل يعني بس لبرا، فقلت حازرع فيها. مش بعد ما قررت شو بدي ازرع فيها، لانه بصراحة كتير كبيرة، كتير بتطلع حلوة اذا زرعنا فيها ورد، بس انا ما بحب هيك روح شغلة كبيرة بس على ورد. لشوف ممكن احط معها شي. هلا هاي عملتها على طريقة اللازانيا يعني. شوفي مخلفات تعمل كومبوست لحالها. اول شي بلشت رحت على الغابة، للي ما حضرني رحت جبت هيك جذوع من الشجر القديم صار عم يفت، بصير مثل السفنج. هذا الحلو فيه انه بيعطي كربون للنباتات، بيتفكك بصير مواد عضوية، وكمان لانه مثل السفنج شايفين هيك بسهولة بيتكسر، بصير يشرب مي، بيحتفظ بالمي للنبات، بس تمد جذورها بتصير تشرب منهم. عملت طبعا شوي طبقة منهم وطبقة من ورق الشجر، وضليت نزيد مخلفات المطبخ، وحط بيناتهم بعض طبقات تراب مش كتير، واخر شي غطيتهم بتراب. هذا التراب مستعمل من الفازة هونيك، يعني يصير بدي ازرع بحط تراب جديد عشان يكون فيه اغذية، وبدي زيد شوية مغذيات لإله طبعا. ولكن هلا خلي هيك ما حاشتغل فيه لتشتت الدنيا، بصير شوي ينزل مستواه، بتكون هالمواد العضوية بلشت تهبط. هلا نجي لشغل اليوم. مثل ما شايفين هون عاملة وركشوب أنا. جبت هيدا كيس اوتدور بوتينج ميكس. هلا اورجانيك ما اورجانيك هاي ما كتير بهتم انا، بس ازرع انه جيب اورجانيك بس، ولكن ثابت انه اورجانيك. بوتينج سويل، بوتينج ميكس جبته لبداية الزراعة عليه، لانه بيبقى كتير جدا خفيف مثل القطن. بهالمرحلة انه البذور بدها تنبت، لازم تكون التربة كتير طرية، ما فيها خشب واشياء قاسية. البذور بدها تعمل جذور، بدها تكون كتير التربة ناعمة وتقدر يعني تمد جذورها بسهولة. فلما بتزرعوا الأفضل تجيبوا هيك بوتينج ميكس. هلا جبت من دولار ستور كمان، كنت مصورت لكم، جبت من هون مستوعبات هودي كرتون، طبعا فيهم ثقب عشان المي تنزل. الحلو فيهم انه لانه من نوع الورقيات والكرتون، لما بتزرعوا يعني النبتة شو ما حطيته هون بذر، بتصير بدكم تزرعوها برا، فيكم بكل سهولة تزرعوها هيك مثل ما هي، بتحفر حفرة بتحطوها كلها، لا بتفضوها ولا شي. هاي بتتفكك، بتصير مواد عضوية. في عندي هون مستوعبات القديمة من السنة الماضية، أنا بس هيك بغسلهم. هلا شو بدنا نزرع؟ عندي بصراحة كتير اشياء بدي ازرع، حاولت اني شوي اعملهم مجموعات. هودي ليك هو الزهور بيجوا فيهم هيك مثل بصيلات. في هيدي كمان، هي حلوة كتير. هيك استحليتهم بما انهم دولار ستور، قلت يلا بنجربهم. عجب هيك استحليت شكلها للبندورة. جبت هيدا نوع الخيار، هيدا الخيار مثل هون بيقولوا له منقطع، يعني مش مثل خيار البلد اللي عنا، غير حجمه كبير. هاي المجموعة خس وفجل، هودي مزروعات ربيعية بامتياز.
فينا نبلش نشتغل فيه. هلا أنا كل سنة بجيب من هيدا السجاد، بحبه كتير، فقلت هالسنة خليني أجرب أجيب بذر وإزرعه. أهم شي إنه نعلم كل شي شو في بقلبه. فإذا هلا حنبلش نتكل على الله، والله يبارك برزقنا وبرزق الجميع على بركة الله. هلا رح بلش بالمزروعات الزهور. رح احتفظ بهيدي الورقة انه عليها بعض المعلومات عنها واسمها. هيدي داليا او اداليا. الاداليا مشكلتها انه هي لكم عليها، شايفين كمان بصيلات. هي بترجع كل سنة ولكن ما بتتحمل البرودة القاسية، فلازم قيمة كل سنة. ما بعرف، أنا عادة ما بقيمة يعني، بس حتى عم حاول يعني أخفف عن حالي الزراعات هذه المتعبة. على فكرة ما في زراعة بهودي لأنه ليكو حجمها كبير. شايفين هاي كلها المجموعة تقريبا قد كف الإيد، فحاجيب لها علب أكبر. فقررت إن أزرعهم بفازة أو قصيص كبير. رح احط بعض الاسمده هون لانه هذا كله تراب قديم، يعني بيبقى الغذاء فيه خفيف. بحط شيء عشان هيدا اللي حطيته هو للورد الجوري، بس كمان لاي ورد مش بس للورد الجوري بالنهايه، لانه فيه بيبقى فوسفور وبوتاسيوم. هون ححط نيتروجين، وثالث شغله بدنا نحط مصدر للكالسيوم وكمان الفوسفور. هيك بنكون غزينا التربة، زدنا لها غذاء لأنه ما في بقلبها يعني. هاي إعادة تدوير التربة القديمة، يعني التربة القديمة بضل فينا نستعملها ولكن بتكون خسرت يعني غذاء من الموسم اللي قبله، فلازم نرجع نغذيها. فإذا حأعمل حفرة أول شي إن شاء الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يسر وبارك. إن شاء الله هو يمشي حالهم. هي غطيناها اول وحده، وهي الثانيه هاي مبينه. هزرعها وخلي بس هذا الجزء الاخضر منها هيك مرتفع. وهذا الثالث كتير يبسانه، ما بعرف. سبحان من يحيي العظام وهي رميم. والنبات سبحان الله، بتقولوا في نباتات بتقولوا هاي معقوله تعطي، بتلاقوها بتعطي. هلا هي اللي علينا انه نرجع نسقيها. خلصنا منها نحطها على جنب. هلا طبعا حاكتب اسمها داليا او اداليا ونحطها بالفازة. في عنا اسمها رانونكلوس، ولونها الوانها واشكالها مثل الورد الجوري، بتشبه الورد الجوري. شايفين مثل الطبق، مثل التاج تاعها. هلا هاي شو بتقول انه لازم هاي نوعية. شفتوا ليش الواحد لازم يقرا تعليمات؟ لازم ننقعها بالمي حوالي ساعتين لانه هاي كتير ناشفة، وهي فعلا ناشفة. ننقعها بالمي ونرجع بعدين نزرعها. فاذا نقعناهم بالمي خلينا على جنب. عم شوف اذا كمان غيرها هيك. هلا الثانية فريزيا اسمها، كمان لك شو حلوة. فريزيا ما بدنا نقع. الثالثة مثل ما قلنا، هلا كل وحدة بنحط لها ستيك. هيدي تاعت الخشبة نكتب اسم عليها. اذا هلا كتبت اسماء، بس بدي لكم شغلة. هيدي خشب، يعني قد ما فيكم تطلعوا هيك بتكتبوا الاسم على الطول، مش بالنص او من تحت، لانه حتى اذا ما بتمتص مي ما تنزعلكم الاسم. اما الثالثة هي هيك شغلة شو حلو. اوكي حنحطها هيك. بس بدي لكم شغله، شايفين هي شو فيها ثقوب؟ رح اعمله ححط يا محرمه. وفيكم عاده انا ما بستعمل الفلتر تاع القهوه الامريكيه، تعمل هي عازبه. هيك حابين هيك افضل طريقه. فاذا هيك نعمل حفره نحطها ونسقط التراب. كمان نفس الشي بنعمل حفره ونسقطها. هلا بدي لكم شغله. شايفينهم كبار بينما هاي لك شو صغيره. البذره يعني انه كبيره، البلب يعني البصيله كبيره. فشو فينا نعمل؟ فينا بعد ما زرعنا نسقيهم، بينما هاي بيختلف الوضع. هاي لازم نرطب التربه كلها، بعدين نحط البذور
ونرجع نحط طبقة خفيفة من التربة ثم نسقي، لأنه البذرة الصغيرة بتطلع مع المي بسرعة. إذا هلا رح أعمل حنسقي النباتات. هاي حسقيها كتير منيح. هون حنشبعهم بالمي قبل ما نبلش نحط البذور الصغيرة. هون حأزرع هيدي السجادة لأنها بذورها كتير صغيرة، وبما إنه بذورها صغيرة يعني هاي لازم بيرلي كفر، يعني عم بيقولوا الغماء إنه بيرلي كفر، يعني بالكاد نغطيها، يعني رشة كتير خفيفة من التربة عليها، لأنه ليكو هون عم فرجيكم عليهم لك شو صغار، يعني مثل الرمل مثلا، هيك شي مثل الرمل. أنا كتير مجربة إني جمع بذر للسجاد، بس ما بعرف، هو ما بيجمع يعني، ما بيكبروا معي، ما بعرف. السنة الماضية المرة الوحيدة اللي طلع هيك كم شكل صغار بس. وهي يعني يا دوب ححط لك شوية تراب عليها يا دوب. هاي خلصت. حبلش بالبازيلا، رح نحط نشوف، بلش بزرف بازيلا مثل العادي، بازيلا بس مجففة. نحط هو بالقوالب الصغيرة. سبحان الله، اجوا قدرا بقدرا يا موسى. اذا هيدا ححط بس عين وحدة انه هو بازيلا او بازاليا، السوريين بيقولوا بازاليا، نحن اللبنانية بنقول بازيلا. الفاصوليا الخضراء عند السوريين هي لوبيا عند اللبنانية. هاي ححط وحدة بس، علامة وحدة، لأنه كلهم نفس الشي، كلهم نفس الشي صاروا. هيك بكون خلصنا أول واحد تقريبا، كلهم ثلاثة فيش إلا واحدة هون جاية بس 4 أحواض. نشوف هلا شو بدنا نزرع نكست. نزرع شمندر. شمندر كمان من المزروعات الربيعية والخريفية، هو الربيع والخريف نفسه، يعني اللي بينزرع بالربيع بينزرع بالخريف، لأنه بيحبوا يكون الطقس شوي على برود، ما بيحبوا الشوب. هلا ليكو هودي شايفين كيف شكلهم هيك، هو يعني فيكم تزرعون وحدة يعني اثنين حد بعض، وفي منهم شو بيعملوا كلاستر، يعني اللي هو مجموعة من 3، بيعملوا 3 حبات حد بعضهم بحطون. حنزرع هيك وهيك ومنراقب النتيجة كمان. على فكرة الشمندر من أسهل المزروعات كمان، يعني ما بيغلب، وبشكل عام بيعطي روس، ما بيعذبني إنه مثلا ما في روس، لا بيعطي روس. هلا أنا دايما بتعرفوا بسبب إني بجيب من هالنوعية، هي ديترويت دارك ريد، أكتر شي مشهور عنها، أو شمندر أو بنجر. بس هذا كله صار هيك يعني صفين. أوكي، هلا نبلش بالباذنجان. هيدا بلاك بيوتي اسمه، هيدا أكتر شي مشهور عنه، الحجم الكبير، يعني دايما بتلاقوا بلاك بيوتي إذا بكون حبة كبيرة. ما كتير بيكبر مثل غيره. كمان حأعمل 2 بس بوحدة، بس هالقد بزيادة. إذا طلعوا 6 ألف خير وبركة. بس حنعمل قلنا يعني 6، فينا نحط 2 بحالة، يعني هيك بس حابين نتأكد إنه يعني إذا وحدة ما طلعت حبة تطلع أختها. شايفين هاي كتير بتساعدني إني غمق هيك يعني علي هون، غطيهم وغمق عليهم. أوكي، نشوف هاي بريحة الكزبرة. أنا سبحان الله الكزبرة الخضراء ريحتها غير الكزبرة الحب، بتعرفوا يعني كتير منكم أكيد بيعرفوا شكلها بس لأنه نستعملها كبهارات كمان. تمام، بنحط هون. هأعمل 2، يعني 2 حيكونوا مخصصين للكزبرة. هنكتب الأسماء.
الخيار. اوكي الخيار حازرع منيح. كمان بذر الخيار بتعرفوا. اي شي بتلاقوه قاسي بتكبوه، ما بتحطوه على البذور. هون الكيوكمبر او الخيار بيختصروه باسم كيوك، بحبوا الاختصار كتير بهالبلد. وهيدي اخر الكيوك. بيبقى عنا هايدي 3 وهون 2. طيب سلق يعني حتكون زراعته شوي اسهل، مش كتير امشي. شكله على فكرة مثل الشمندر او البنجر. يعني نجيب خشبة بس هعمل هيك بالنص فراغ وازرع بالفراغ. هحطهم قد ما يطلعوا. هذا خيار. اوكي بس هيك. ها كمان على بركة الله. هاي لانه مع خيار حنحط لك هيك. بعرف انه هيك الواحدة مختلفة، سويس وسويس. هيدا البصل هي شايفينه اللي حاعمله. حوزعهم هيك على الوجه هون كلهم، وغطيهم بطبقة تراب لما نحط الاسم عليهم. كمان هاي المجموعة خلصت. بعد طرق الزراعة كيف بتكون، بتجيبوا ورق مناديل المطبخ يعني، بترشوهم مي، بتحطوا البذور وتوزعوها، بتقلبوها هيك بالنص يعني، بتغطوها ضغطاية وبتتركوهم هيك بكيس مثلا. بصيروا على الحرارة بيتنبتوا. بتصيروا تقيموا كل بذرة منبتة وبتزرعوها. بس انه ما فيش داعي يعني. شفتوا انا شو عملت؟ غلطة كتير كبيرة، انه طليتهم مي وهو لازم خلص لازم تتصرف فيهم. شايفين صارت كلها مي. ما تعملوا مثلي، خلوا البذور على جنب مش مطرح ما عم تشتغلوا. لا هو هحطهم هون، سقيناهم بالمي. في ازرع اكثر من واحدة. والبندورة متى ما كبرت شوي فيكم ترجعوا تنقلوها وتعملوا يعني تحطوها بمطرحة تاني، ما مشكلة. احاول قد ما في من هود اللي كلهم صاروا مي. شيروكي بيربل، اسمها شيروكي بيربل. شيروكي هو اسم لقبيلة من السكان الأصليين، مش هنود حمر، مش هنود ولا حمر، من السكان الأصليين. هاي اسم لقبيلة يعني. سيارة الجيب الشيروكي كمان نفس الشي. كمان هاي خلصناها. طيب هلا أنا عبيت اللي بدي أزرعهم عشان هيك أخفف عليكم شوي. ما عاد عندي من هول الخشبات تاعوا الآيس كريم طبعا الاسم. ف في عنا هون ليكو، هون 4 بيساعوا وهون بيساعوا 3 حاويات. فال4 حخليهم للفجل مثل بعض. والسبانخ حطيتهم بواحد تاني هيك على حال، بس هلا كمان تركت لوحده. هيك بعرف انه هيدا في سبانخ. هيدا الاجلو. وين الاجلو؟ هيدا الاجلو. هيدا خس، شايفين؟ خس فرنجي ما شو بسموه هيك. حرشهم رش بس على الخفيف، ما حزرعهم كلهم لانه كتار كمان. هلا التاني بيشبهه بس بيجي مكرنش اكتر، شايفين؟ اسمه ايسبرغ.
ايسبرغ اللي بتعرفوه يعني متداول اكتر هذا النوعية. هيك اسهل، بتحكم بالكمية. هلا هو سبانخ، لكو سبانخ منن كتار. هيك شايفيهم منن كتار. هون نعملهم هيك ثقوب لانه شوي كبيرة تتحمل. فاذا اجوا بس بوحدة، ما غلبتنا. هيدا الايس، هيدا السبinach. خلينا نرجع لرفقاته هون. نجي للفجل. هذا الفجل حتى شوي كبير، شوي مش كتير. نحط كل واحدة فيها 2 حبتين، بذرتين يعني. هاي شكلها مثل العدس بس أصغر طبعا. الفجل ما بيحب الشريكة كتير، يعني بدكم تزرعوها بدها يكون في مسافة بين فجلة وفجلة، وإلا بتصير تطلع راسها صغير، فما بتحب الشراكة. الاثنين حد بعض ما مشكلة، يعني لزقوا ببعض ما مشكلة، مش لهالدرجة، بس إنه بشكل عام ما بتحب الشراكة. كان قبل كنت عندي هيك علبة كبيرة، يعني بحط فيها هودي المزروعات وغطيها إلى غطا شفافة، بتبقى أفضل لأنه بتسمح للشمس إنها تفوت فيهم، بيدفوا أكتر وأحسن. بس هلا ما عندي منه بصراحة، فعم بكتفي به. في بقى الخس بس بدي أحط له شوية تراب. كمان هيدا الخس بنحط له طبقة جدا خفيفة، ما بده كتير. هلا الدل هو الشومر ورقته كمان شوي صغيرة، حوازه هيك توزيع كمان. نعمل مثل هيك تونيل أو طنل يا نفق، بحطهم وبرجع بغطيهم بالتراب. ما بدي احط كتير لأقدر كمان اتحكم بالشتلة انا وعم برجع انقلها يعني. وهذا المقصد من الواحد انه يزرع كمان هيك شغلات صغيرة بتحكم اكتر. ضل عنا الزهور بهالمجموعة اللي ما اشتغلنا فيها. الزهور بعدين بشوف شو بعمل. زهور يعني بس في بعملها مجموعة تانية. فإذا هيك بكون خلصت، باستثناء هودي اللي قلنا بدنا نتركهم شي ساعتين، بعدين بزرعهم بفازات تانية. هيك بكون خلصت كل هاي المجموعة اللي بلشت فيها بحمد لله. إن شاء الله هيك الله يبارك فيهم يا رب. هلأ فيكن أي هيك يعني بخاخة عندكن إياها بتعبوها بالماء وبتصيروا ترشوا الزرية عليها. هون ليكم مثل ما شايفين في مي، هاي المي بتساعد إنه بتصير النبتة تشرب لحالها بدون يعني تطلع المي صعودا لحالها، بتصير تسقيها. هلا هي الحمد لله اليوم حيكون طقس شوي احسن من قبل. هلا في سقعة بصراحة، بس هلا اخر النهار شوي بتطلع الحرارة، وبكره وبعد بكره الطقس احسن، حيكون في شتاء كمان ان شاء الله. يعني العيد هي كمان قرب، ان شاء الله الله يعيده على الامة الاسلامية يا رب بالعافية وبالامن والامان والنصر. وما تنسوا اهل غزة واهل لبنان واليمن وكل هالدول اللي هلا عم تنقصف، ما تنسوها من دعائكم. والعراق الله يحمي الجميع يا رب، الله يحمي كل الدول العربية، الله يحمي هالشعوب الفقيرة اللي ما إلها غير رحمة الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، وكل سنة وانتم سالمين، والله يتقبل أعمالكم بهالشهر الفضيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس حبيت أرجيكم كمان كيف رجعت غطيتهم بالنايلوني، عشان منه هاليومين في الشتاء حيكون في شتاء، فما حفوتهم ظهرهم. زائد انه بس تكون في شمس بياخدوا حرارة وبتساعدهم على الانبات.